أسعد الله أوقاتكم وجعل النجاح حليفكم على الدوام، آمين. في شتاء عام 2008 وفي أمسية ثلجية في باريس واجه ترافيس وغاريت الأمريكيان مشكلة في إيجاد تاكسي، والآن تخصص برمجة فكروا ليش ما نعمل تطبيق على الجوالات المحمولة تضغط زر وتجيك سيارة ومو بالضرورة تكون تاكسي. وفعلا بدأ التطبيق في بعض مدن أمريكا وانتشر الآن حول العالم ليغير طريقة التنقل في العالم كله. وصار تطبيق أوبر اللي موجود في أكثر من 451 مدينة حول العالم وعنده أكثر من 160 ألف سائق. يقوم التطبيق بإدارة حوالي 1,000,000 رحلة في اليوم، وفي نهاية عام 2015 احتفلوا بالرحلة رقم 1,000 مليون. قيمة شركة أوبر اليوم تقدر ب 375 ألف مليون ريال، واللطيف ما يملكون ولا سيارة. يعني راس مالهم تطبيق يوفق راسين بالحلال، راس الزبون اللي يبي توصيله وراس صاحب السيارة اللي يبي يكسب شوية فلوس. هذا كان في أمريكا. خلونا نشوف تطبيق مشابه ولكن بطعم عربي، أو بالأحرى بريحة عربية. الشاب المصري أحمد علي المتخصص في تصميم التطبيقات انحصر مرة واحتاس وهو يدور أعزكم الله حمام، ففكر بتطبيق على الهاتف المحمول سماه مزنوق، يساعد الإنسان على إيجاد أقرب حمام من موقعه. طبعا مزنوق ما يملك أعزكم الله ولا حمام، ولكنه وفق راسين بالحلال، راس المزنوق وراس اللي بفك زنقته. هذا تطبيق أوبر وهذا تطبيق مزنوق، وترى الجهد نفس الجهد في عمل التطبيق، لكن البيئة تختلف. بين بيئة محفزة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية وبين بيئة أقصى أحلامها تفك زنقتها. طاب يومكم.